ازيك وازاي معيزك وازاي الكنافه بالقشطه اللي في ايدك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. انا كويس ويهمني ان انت كمان تكون كويس. حكيت لك الفيديو اللي فات عن ازاي تكسب مليون جنيه، وكل الموضوع محتاجه هو ان انت تعمل فكره جديده، ولو فكره مش جديده بس هي على الاقل فكره ليها السوق بتاعها اللي تقدر تبيع. يعني لو انت هتفتح محل اجهزه كهربائيه فغالبا لازم تفتحه في مول كله اجهزه كهربائيه، او تفتحه على الاقل في شارع عبد العزيز في وسط البلد او ايا كان. لكن ما تروحش عند منطقة مجمع مطاعم وتفتح محل أجهزة كهربائية. ليه؟ لأن الضيف اللي جاي لك هنا أو الزبون اللي جاي فهو جاي غلط. وهكذا محتاج تعمل ايه؟ فتشوف الاول هل الحاجه اللي انت هتعملها دي في كام واحد غيرك بيعملها، اسعارهم ايه، تدرس السوق زي ما الناس الجامدين جدا بيقولوا، وتعمل الكلام الجميل ده كله. صحيح؟ صحيح. طبعا صعب ان الواحد يعمل مليون جنيه، او الموضوع مش بالسهوله اللي الواحد متخيلها. لكن ولنفترض يا سيدي ان انت ربنا كرمك وانت راجل رزقك واسع والحمد لله عرفت تعمل المليون جنيه. تفتكر تفتكر المليون جنيه اللي معاك دي انت هتصرفها ازاي؟ هل هتعيد استثمارها، ولا المليون جنيه دي انت هتاخدها هتفرتكها على المتع والملذات؟ ده سؤال منطقي جدا وجميل جدا. فخليني اقول لك ما تعملش زي ازاي. طيب، في نظرية بتقول لك ايه؟ ان الحاجات البسيطة قوي 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 قد تتسبب في مصايب كبيرة جدا جدا جدا. زي ايه؟ واحد في الهند مثلا تعمل اعصار في نورث كارولاينا مثلا، واخد بالك ان اثر الفراشة لا يزول والكلام الجميل ده كله. فعادي ممكن مرة مسمار يتسبب في خسارة أمة كاملة لحرب معينة. بس دي حكاية تانية بحكيها لك بعدين. أنا خسرت مليون جنيه بسبب كام كيلو زيادة. إزاي؟ روح هات لك حاجة تاكلها وتعالى اما نشوف، لأن موالنا كبير النهاردة. الموضوع بدأ لما بدأت أحس إن وزني زاد حبتين، بقيت بنهج وأنا بتكلم، أطلع دور سلم ولا حاجة نفسي يتقطع، في الليل وفي نص الليل أصحى من النوم بنهج أصلا، يعني فاهم، بنهج وأنا بتقلب. الموضوع صعب يعني. بكسل اطلع السلم وعايز دايما اسانسير، بنهج وانا شايف الاسانسير نازل اصلا، بنهج في الاسانسير. يعني واخد بالك، كان في حد قال الافيه ده قبل كده، مش فاكر كان مين بصراحه. وموضوع الجيم بالنسبه لي كان شيء صعب جدا، لان انا لما بتفرج على حد بيتمرن كنت بنهج، فاهم، بتعب. يا نهار ازرق، يا ساتر يا رب، ايه المجهود ده؟ واخد بالك. فبقيت مكسل وهمدان كده، ولا قادر اتحرك ولا قادر اعمل حاجه. وسبت نفسي للكسل ده وللقعاد والاكل الايه الزباله. وانا طول عمري كيف اكل زباله من زمان، بس انا زمان كنت حد تاني، فاهم اللي هو، لا يعني انا كنت حد غير اللي بيقعد مكسل يتحرك ده. كنت فراك واروح واجي واطلع وانزل واتحرك، وحجز كوره هنا ولعب هنا وبتاع والكلام الجميل ده كله. فانا بدات اتحول للناس الايه ستيريوتايب، القطه الغنيه دي، عارف انت اللي هو ايه، ب- تخين كده ومكلبز وملزلز وايه، كاوتش بوتيتو، فاهم، مفخد، واخد بالك. ما بعملش حاجه، بصحى اكل، اصور، انام، اصور، انام، اكل، اصور، انام، وهكذا. طيب ما هو ده مش انا يا اخوان، يعني برضه خلينا منطقيين يعني. انا طبيعتي ان انا فراك، انا بحب افرك وبحب اجري وانزل واروح واجي والكلام ده كله. اي نعم ما بقاش سهل زي الاول، عشان حركتك بقت محدده قوي، بقى في كام حاجه كده في اماكن معينه هي اللي انت بتتردد عليها باستمرار، حجز الكوره بقى. المهم ان رحت لاحد اصدقائي كان دكتور علاج طبيعي وتخسيس وهكذا، وقال لي كالعاده، قال لي بص يا يحيى، انت وزنك زايد شويه. تمام، وزنك زايد قد ايه؟ انت محتاج عشان تكون جسمك زي كريستيانو رونالدو كده، او زي محمد صلاح اللي هو حد يعني فت قوي، محتاج تخس لك 12 13 كيلو. تاخد بالك من اكلك، تبطل تاكل دجاج مقلي فرايد تشيكن، تبطل تاكل حاجات مسكره بقى، اللهلوبه والشرنوبه والاشطوزه والكلام الكتير ده. انا ما كنتش باكله يعني. تبطل تاكل رعشه عدنان والحاجات دي كلها. تركز اكتر على المشاوي والسمك والشوربه والسلطه. ومحتاج تمشي يوميا ما لا يقل عن 25 ألف خطوة لمدة سنة. يعني ايه؟ يعني محتاج تمشي 10 مليون خطوه تقريبا في السنه، which is موضوع كبير جدا. وانا حاليا بحكي لك يعني علشان خاطر ايه، نبدا السنه الجديده مع بعض بالجيم والجري والكلام ده كله. طيب، وقال لي بقى انت عندك مشاكل ان عضله مش عارف ايه هنا محتاجه تتحسن، عضلات الكور، مش عارف ايه، عضلات بطنك ضعيفه شويه فعشان كده كرشك بيفرش لقدام، عندك مشاكل في القولون وارتجاع في المريء، فمحتاج تاخد بالك اكتر من الاكل ومن القهوه، وتقلل وتقيق وتقوه وكل الكلام الجميل ده. طيب، هو القرار صعب بالنسبه لي جدا ان انا ابطل تفخيد، خصوصا في فتره كانت شتاء
وانا بحب افخد، بحب انتخ واقعد في السرير كده ما اعملش اي حاجه. فانا محتاج اظبط الاكل والحركه بس، سهل جدا. واروح اتعالج شويه. قال لي عندك شويه مشاكل اصلا في التنفس، ما بيجيلكش اكسجين كفايه. قلت له ازاي يعني يا دكتور؟ ده يعني ده مناخيري دي اصلا، فاهم؟ بسم الله ما شاء الله عليك يعني، بص شوت جن يعني، واخد بالك؟ طب ايه طيب؟ فقال لي لا انت جوه اصلا محتاج تعدلها. انا مناخيري مكسوره اصلا عشان الكاراتيه وانا صغير وبتاع. فقال لي لا احنا محتاجين نعدلها ونتنفس اكتر وبتاع. قلت له طب ربنا يسهل، خلينا الاول في الجيم وفي الحركه. طيب رحت رافع تليفون على حد من حبايبي اللي هو مين، انفورما. ازيك يا انفورما؟ قال لي ازيك عامل ايه يا يحيى، ايه الاخبار يا حبيبي بتاع. قلت له بقول لك انا عايز ابقى بني ادم. قال لي بس كده عينيا الاثنين. وراح حط لي ايه جدول، وكلم حد من الكباتن اللي شغالين معايا ان هو يتابع معايا. طبعا أنا عملت للكابتن ده بلوك لان انا جدا وايه علشان امشي على النظام اللي هو حاطته لي، نظام اكل كويس جدا، والمفروض ابقى بني ادم كويس ومحترم والكلام ده. وانا مش كده، مش ملتزم خالص، لان انا اناركي، شخص فوضوي، ما عنديش سيستم، ما بحبش يبقى فيه نظام امشي عليه في اي حاجه، ما بحبش ابدا النظام يعني. طبعا محتاج اتحسن من ده يعني، دي اهداف 2025 اللي المفروض تتعمل يعني. ولنفترض يا سيدي ان انا بروح برضه وبعمل وبساوي، طب انا برضه ما زلت بروح الجيم يعني، بس انا ما زلت زبال في اكلي، زبال يعني. بحب اكل كميات كتير من اكل كتير يعني. من يومين كنا في قصر الكبابجي يعني، عاملين عزومه افتتاحيه الشركه يعني، فعزمت الناس اللي شغالين معايا كلهم، ويعني فاهم، وتفضل كوارع ورقصة الملوخية وحاجة في منتهى قلة الأدب والجمال يعني. فواحد زي حالاتي بيحب الطرب والكفتة والمشاوي والريش والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت بيحب برضو الحواوشي، حواوشي الربيع، ويطلب فاهم. فأنا يعني مش فكرة باكل أكل وحش، هو أكل حلو، بس هو مشبع بالدهون السباعية يعني، واخد بالك؟ مشبع بالدهون بكم مهول جدا. وفي نفس الوقت انا مش من الناس اللي بتحب السلطات اللي بره البيت، لان يعني غالبا ما غسلوهاش فانت هتقول يا يحيى يعني هم اللحمه والفراخ اللي بره دي تمام، لكن السلطه هي اللي هتاذيك. انت عارف بقى، ما انا بقول لنفسي الكلام اللي انا عايز اسمعه، معلش عديها لي يعني. فالمهم اشتركت في الجيم. كان في الكوتش اللي بيمرني بقى في الجيم، اللي هو اللي كان في الجيم اللي جنب البيت اللي انا بروحه اصلا، قال لي تعالى عايز اعرفك على حد ابن ناس وبتاع ويعرفك ومتابعك وجامد جدا. قلت له تعالى يا عم عرفني. فعرفني على واحد لطيف، قال لي انا بتابعك وبحبك وانت التيت والشريط، وبحب اللوست عبده. قلت له اللوست عبده عمي والكلام ده كله. فخلصت جري على التريدميل شويه وايه تمام. قمت سلمت على الراجل، شاب لطيف اقصر مني حبتين، بس جسم كده بسم الله ما شاء الله عليه يعني، دبابه ذريه يعني. فواضح ان هو بيتدرب من زمان جدا، واخد باله من صحته ومن اكله. كان اسمه ايه؟ خلينا نسميه امجد، لان امجد انا وهو بقينا اصحاب جد. الراجل بيعزني وانا بعزه، بيحبني وانا بحبه وبحترمه والكلام ده كله. فكان بينزل معايا الجيم ده، كل الكلام ده لما كنت لسه في الهرم. مره من المرات بيقول لي عايز تاكل؟ قال لي اه طبعا، هموت من الجوع يعني، ناكل فين؟ قلت له طيب في مكان قريب من هنا، الكلام ده في الهرم، فمش عايز اقول اسم الراجل لان هو غالبا قفل، بيعمل مشويات كويسه وبتاع، اسمه مولانا، باين اسمه مولانا، مطعم كويس اسمه مولانا وبتاع، تعال. المهم ان مطعم مولانا ده موجود عند في اخر السيد مرعي كده، في مشعل، مش السيد مرعي بس، هو في مشعل بعد ما تنزل من الكوبري كده، فاهم الحته اللي جنب جولدز جيم وهكذا. فمولانا ده المفروض ان هو مطعم سياحي، بيعمل كباب وكفته وريش ومشاوي، حاجه في منتهى الجمال. فانا علشان بقى فاهم الجيم بقى والكلام ده، فخلاص انت هتاكل مشاوي، ما ناكل من غير عيش، واخد بالك؟ وهو بروتين وسلطه وطحينه وشكرا. فاحنا قاعدين بقى بناكل انا وهو، عمالين بقى ندردش. فانا قلت له يا اخي هو ليه ما فيش مطعم مشهور زي مولانا ده يبقى بيعمل اكل صحي، يبقى بيعمل اكل، فاهم؟ ما كانتش ساعتها الفكره دي انتشرت قوي يعني، هي دلوقتي بقت منتشره جدا طبعا. حاليا بقى في مطاعم كتير جدا بتعمل اكل صحي طبعا، بس وقتها انا كنت متخيل ان ما فيش، فكنت بتكلم من الناحيه دي، ان هو ليه ما فيش بقى مطعم مشهور كبير كده يعمل اكل صحي كتير وحلو وشكله حلو وطعمه حلو وبكميات مبطرخه وحلوه كده. فقال لي اه والله فكره حلوه وبتاع مش عارف ايه والهجص ده كله. المهم كلنا روحنا تاني يوم، انا قاعد مع الرجاله، لو تفتكر الرجاله اللي هم بتوع اللي اتسرقوا واتضحك عليهم في البرنامج في السحني. فلما قلت لهم ها يا رجاله احنا هنعمل ايه، واحد منهم قال لي بص يا ريس، بص يا زعيم، انا عندي فكره ب1,000,000 جنيه. قلت هو الواد بص في الحساب البنك بتاعي ولا ايه؟ قلت له خير. قال لي ما تعمل انت المطعم ده يا ريس، يا زعيم ما تعمل انت المطعم ده. يعني اعمل مطعم؟
بس انا اتعرفت بالفرايد تشيكن ان انا بحب الفرايد تشيكن، وان انا بحب المشاوي، وان انا بحب الحاجات اللي هي اللي غير صحيه اطلاقا. فانا ازاي اعمل مطعم لاكل صحي؟ فاهم ده يعني يبقى ده، فاهم؟ يعني صعبه جدا يعني، غير منطقيه يعني. فوجبات دايت وجيم معموله كويس وبتاع، مش لايقه عليا خالص، مش لايقه عليا خالص خالص يعني. اكيد مش هعمل حاجه زي اللي هو الناس اللي بتعمل شويه سلطات وبتاع. لا، انت المفروض تعمل مشاوي سالمون، فاهم؟ وحاجات كده، بس مش لايقه عليا خالص يعني. بس ساعتها قعدت افكر، فانا قاعد عمال افكر في الموضوع، واخد بالك، وسرحان مش واخد بالي خالص، وواقف. فلدرجه ان امجد وهو كان قاعد بيجمع، امجد بس ما شاء الله عليه كان بيجمع بال50 و50 يعني كده. فهو بيجمع كده، راح من غير ما ياخد باله راح مديني بالدمبل، لا مؤاخذه في المناطق يعني. فاللي هو إيه يا عم استهدى بالله بس يا امجد، لا اله الا الله يا عم، نفسي اسمع كلمه بابا وبتاع من عيالي يعني، ما علينا. فقال لي لا مؤاخذه وبتاع مش عارف ايه، ايه يا ابني انت واقف سرحان؟ يا ساتر يا رب، مؤاخذه يا جماعه في حد بيشطب جنبنا هنا. فقال لي ايه يا عم سرحان في ايه وبتاع؟ انت بتعمل ايه؟ ده حب ده ولا دلع ده ولا مش عارف ايه ده؟ قلت له لا يا عم انا بفكر في حاجه كده. قال لي طب ما تقول. قلت له ماشي. رحنا نشرب قصب بعد التمرين، فبيقول لي ايه الوضع؟ قال لي بتفكر في ايه وبتاع؟ قلت له والله في مشروع حد كان اقترح عليا ان انا اعمل مطعم اكل صحي وبتاع، بس يعني الموضوع مقلقني لان حاجات زي كده ما بتكسبش، لان انا مثال حقيقي للناس اللي بتحب الاكل يعني، فانا بحب الزروطه، واخد بالك؟ فالمشروع ممكن يبوظ او ما يوصلش لكل الناس. فراح قايل لي طب استنى، ما دي سهله، انت ممكن تتعاقد مع شويه جيمات كبيره وتتفق معاهم يحطوا اشتراك شهري شامل 30 وجبه من المطعم مقابل نسبه ليهم طبعا. فيبقى مثلا من ضمن الباكج اللي بتجيلك لما تشترك في الجيم تلاقي اشتراك شامل التدريب والوجبات، زائد بقى كل حبايبك الانفلونسرز بتوع الجيم واللياقه لما تيجي تتكلم معاهم هيسوقوا للمطعم وللوجبات مقابل نسبه او مرتب او عادي مقابل ايا كان. فالضوء لمع وسط المدينه بجد بقى. فقلت والله فكره حلوه، والله ممكن. بس المشكلة يا أمجد إن أنا عندي أزمة. أنا عمري في حياتي ما اشتغلت في مجال المطاعم، وأنا مقتنع بالمثل اللي بيقول ادي العيش لخبازه حتى لو هياكل نص. قال لي طيب يا يحيى إيه رأيك نتشارك؟ أنا قبل كده كنت شغال في مجال المطاعم ده لفترة لا بأس بها، وفاهم البيزنس ده بيمشي إزاي. خلاص أنت تدخل بجزء براس مال وأنا أدخل بجزء أقل شوية راس مال، زائد الإدارة والتشغيل، إيه رأيك؟ قلت له تمام، بس أنا لسه في كف معلم على وشي يعني. ما قلت له لا يعني بص، أنا ليا تجربة وحشة مع الشراكة يعني. لو كان فاهم، لو ليك صاحب لا تناسبه ولا تحاسبه، أو ولا تناسبه ولا تشاركه. طيب بص أسبوع كده ولا حاجة وهكلمك. عدى أسبوع كنت أنا واقف في البنك بعمل إيداع في حساب أمجد. إيه يا أمجد إيه الكلام؟ سمعت في الحساب؟ قال لي سمعت يا صاحبي، تمام كده نص مليون جنيه أنا هحط زيهم وهتولى إدارة الموضوع كله، وكل شهر هتوصلك فلوسك يا معلم، بس أول 6 شهور مش هيبقى فيه مكسب، هندخل الفلوس في المشروع تاني لحد ما يقف على رجله. قلت له تمام، كلام منطقي رغم سوء التجربة اللي فاتت، إلا إني قلت إيه أكيد مش كل صوابعك زي بعضها يعني. وقلت أما أسيب الراجل يشوف شغله وخلينا أنا أتابع الوضع. ويعني فاهم التجربة اللي فاتت أصلا كسبتني فلوس يعني، حتى طلع حرامي بس أنا كسبت مليون جنيه، فاهم قصدي؟ فالحمد لله يعني، ما لا يدرك جله لا يترك كله، فتمام. مش عشان خاطر مش لازم اجيب احسن حاجه في الحاجه اللي انا داخلها، خليني بس ايه اخد اللي اعرف اخده منها يعني. فلو التجربه دي برضو ما كانتش 100% كويسه، والله هي لو 60% كويسه وطلعت منها كسبان فانا تمام. الاهم بس انها تكون مختلفه اكتر وما اخسرش فيها حد ولا يتنصب عليا. خلي بالك ان في الوقت ده انا بخش في مشاريع، بس انا كنت بنام على ايه؟ كنت بنام على مرتبه وساعات على بين باجز، احط 2 بين باجز جنب بعض، واخد بالك؟ ساعتها انا كنت باكل اكل زباله، وساعتها ما كنتش مهتم بصحتي ولا بالدنيا خالص. وكنت رغم ان انا معايا فلوس الا اني معايا موبايل شاشته مكسره، ومش في دماغي ان انا عايز ابجريد اي حاجه، ولا عايز ابجريد كاميرا، ولا عايز ابجريد. خلاص انا حاسس ان انا وقفت عند نقطه معينه ومش عايز ازود تاني. فانا ما كنتش متهني بالنومه ولا متهني بالاكل ولا متهني بحاجه، وكنت عايش كما الخراتيت، بس معايا مليون جنيه يعني فاهم، خرتيت معاه مليون جنيه. طيب حطينا نص مليون جنيه في الحساب بتاع الراجل الجميل امجد، وفتحنا إيه قلنا هنبدا نفتح المطعم مع بعض، وانا سايب له الدفه وكل حاجه وقاعد بتدفى. وفي نفس الوقت ده حد من اصدقائي اللي كان عارف ان انا لسه معايا قرشين خلاص بقى 500، عرض عليا ان احنا نتشارك في استيراد كروت شاشه.
بجد قالها لي كده، قال لي بقول لك يا صاحبي احنا هنروح نشتري كروت. كان ساعتها بقى فاهم 30 90 وبتاع وحاجات كده. قال لي بص احنا هنروح نشتري كروت شاشه من تايوان ومن اليابان ومن الصين. الحاجات دي رخيصة جدًا والحاجات دي كويسة جدًا، وأنت عندك قناة الgaming بتاعتك، فتقدر إن أنت تعلن عن الحاجة هناك ونحط اللينكات في الdescription ونبيع ونتبسط، فالحاجة اللي إحنا هنجيبها بقرش هنبيعها بقرشين وهكذا. قُلت له: "تمام، البضاعة هتبقى عند مين؟" قال لي: "أنا ما عنديش مكان أخزّن فيه، الحاجة ممكن تبقى عندك في الإستوديو في أوضة اللي جنب الأوضة اللي أنت بتصوّر فيها." قُلت له: "تمام." بما إن أنا اللي هاعلن وأنا اللي هاسوّق وبنسبة كبيرة أنا اللي هاكون ماسك المبيعات، فالمرّة دي ابني في إيدي، فمش هادوّر عليه، ابني في إيدي ومحطوط في الأوضة اللي جنبي، فأنا تمام. طيب هنكون محتاجين فلوس قد إيه؟ ساعتها كنا بنتكلّم في إن الدولار كان لسه حنيّن، ما كانش حتى وصل لل30، فقُلنا هنجيب شوية كروت شاشة، فحسبنا إن الموضوع هيكلّف في الآخر حوالي 300,000 جنيه. 300,000 جنيه حوّلناهم دولارات، خدهم واتّكل على الله برّه علشان يشتري البضاعة من تايوان والصين واليابان أو أيًا كان البلد اللي هو راحها مش هتفرق. خد الفلوس وسافر، وصل الصين، لَف على الأماكن ولَف يشوف الموديلات ويتفق على أسعار ويقارن، وفي نفس الوقت بقى قال لك أمّا بالمرّة أشوف شوية ماوسات، براندات جديدة بتعمل سماعات، بتعمل كراسي gaming والكلام ده كله. طبعًا هو كان عايزني أسافر معاه، بس أنا ساعتها الدكتور كان مانعني من السفر جدًا يعني، قال لي: "يحيى أنت ما ينفعش خالص تسافر وما ينفعش تطلّع باسبور، يعني لإن أنت مريض، أنت إنسان مريض يا يحيى." ف فمش هينفع تعمل حاجة زي كده. كده أنا مشغّل قد إيه من فلوسي 800,000 جنيه ومعايا 200,000 تانيين. ال200,000 دول صدّق أو لا تصدّق كانوا بدلوقتي يعملوا 500، هم تقريبًا ساعتها كانوا يعملوا حوالي 10,000 دولار يعني. فالحمد لله 200,000 جنيه قاعدين مدفينّي، وفي الوقت ده طبعًا دول راكنهم، وباصرف منين، باصرف من الفلوس اللي بتيجي لي من اليوتيوب أو بتيجي لي من الكتابة وهكذا. طيب وقتها كانت كل حاجة ماشية كويس، الدنيا متضبّطة، المطعم بيكبر، وأنا ما أعلنتش عنه إطلاقًا خالص، خليت الموضوع في السكرتة عشان ما باحبش زي ما قُلت لك إن أنا لمّا باعمل إلا لو الحاجة دي بتاعتي 100% والحاجة دي أنا هاحط فيها كل الطاقة الممكنة، مش مجرد إن هي نحتاية أو سبوبة. المهم إن المطعم خلاص ابتدى يكبر في النطاق بتاعه، اتفقنا مع شوية جيمات من الموجودين في نطاق الهرم، طبعًا مش كلّهم وافقوا، بس نسبة كبيرة منهم وافقوا. وعلشان أكون صادق، المشروع كان واقف على رجليه بالعافية، زي بالضبط العيل الصغير اللي بيتعلم المشي. طيب الأزمة إيه؟ إن الثقافة العامة لنسبة كبيرة من الناس في جميع أنحاء العالم مش مدركة أبدًا أهمية الأكل الصحي، وأنا أولهم، وأنا من الناس اللي تعتبر عايشة عشان تاكل مش بتاكل علشان تعيش، وإن الأكل بالنسبة لي في الكميات، مش إن فعلًا ممكن إن الأكل هو وسيلة إن هو يدّيك طاقة. أي نعم المذاق مهم جدًا، فإن أنت تاكل حاجة طعمها كويس وتدّيك طاقة تكمّل بيها يومك أو تبدأ بيها يومك الصبح زي الفطار. أنا أفتكر إن أنا آخر مرّة فطرت فعلًا كنت في تانية إعدادي مثلًا والّا في تالتة إعدادي. مش فكرة إن أنت بتقضّي اليوم كلّه وبعد كده تيجي في الآخر تدبّها بزيتين لارج فاهم، وبيبروني وsmoky cheese والّا quattro formaggio واخد بالك. فلأ الموضوع فعلًا كان غبي وغشيم، والفرق ما بين إن أنت تتعامل مع الأكل على إن هو الوقود اللي بيحرّكك، وإن أنت تتعامل مع الأكل على إن هو اللذة اللي في حياتك، فرق مرعب ما بين الاتنين. وأنا عشان أبقى واضح وصريح، فأنا لو كنت فاتح مطعم وما كنتش باكل منه، لإن أنا ما باحبش الأكل الhealthy، كنت باروح برضه أزبّل، بس ما كنتش باقول لحد يعني. بس كنت باروح المطعم كده عشان أتابع سير العملية التشغيلية، أشوف المواد الخام وبتاع اللي بنشتغل بيها الكلام ده كلّه، أطمن إن الناس مبسوطة وإن الناس كلّها تمام ومرتباتهم في الميعاد وهكذا جدًا يعني. أولًا الوقت كان اتأخر، فالسوق بينام، أنا آسف، سامحني يعني عدّيها لي، ما أنت بتعدّي لي نكت كتير رخمة يعني. الحالة الاقتصادية بشكل عام كانت في النازل، أسعار الأكل أصلًا عمّالة تغلى، والمفروض إن إحنا بنشتغل بأحسن خامات موجودة، وغلطنا غلطة شديدة جدًا ما كنتش اتعلمتها غير لمّا خدت على وشّي. خلّيني أشرحها لك تاتا تاتا، يمكن ما تُقعش في نفس الغلطة دي اللي أنا وقعت فيها. أنا في الوضع ده اشتغلت على فئة مستهدفة صغيرة جدًا قد كده. حد يسيب الفئة المستهدفة بتاعته صغيرة كده؟ مستحيل. اللي هم الناس الرياضيين. مين هياكل أكل healthy غير الناس اللي بتهتم بصحتها؟ طيب عدد الناس أصلًا اللي معاها فلوس، خُد بالك، تاكل أكل صحّي، يعني أكل صحّي يعني لازم يكون أكل نضيف عشان نكون متفقين. فأكل هيبقى غالي جدًا، هيبقى سعره عالي، وفي نفس الوقت أنت مهتم بصحتك، مش زي بقى أنت فاهم مش حاطط 6 إندومي وبتاكل، واخد بالك. فهُم ناس رياضيين معاهم فلوس،
دول فئة قليلة جدا 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 في مصر، يمكن في العالم كله أصلا. يعني عدد الناس اللي تقدر تهتم بصحتها وأكلها قليلة جدا، إلا لو أنت متجوز ست الستات بجد يعني. طيب ودي حاجة مهمة جدا جدا برضو، ما كانش المفروض ان انا اغفل عنها، او كنت اسأل حد وكان يقول لي حاجة غفلت عنها جدا في فكرة الشغل. ان انت لما بتيجي تبيع منتج، لازم المنتج ده هل هو مكمل ولا هل هو اصل؟ مكمل ولا اصل؟ يعني ايه؟ عشان تكسب لازم تكون بتقدم او بتبيع اصل مش مكمل. ازاي؟ مطاعم الفاست فود فاتحة في الاساس على الاكل، صح؟ واخد بالك؟ القهاوي فاتحة في الأساس علشان الشاي والقهوة والشيشة، مش فاتحين علشان خاطر الزبادي مانجا والزبادي الفواكه والكلام ده كله. فمطاعم الفاست فود الأساس بالنسبة لها هو اللي بيكسب هو الأكل، المكمل الحاجة الساقعة والبطاطس. بيكسبوا، يعني الكومبو بيكسب زي ما الناس بتقول، بس الأكل في الأساس هو اللي بيكسب أكتر. دايما الأصل هيبقى هو اللي بيكسب أكتر من المكمل. طيب يا يحيى، ما انت فتحت مطعم اكل. لا، هو مطعم اكل صحي، يعني في حاجة صحي في الموضوع. طيب الاهتمام بالصحة في الاساس هو ده الاصل، اللي هو الجيم والاشتراكات الجيم واشتراكات المدربين اللي هو البيرسونال ترينر او برايفت ترينر. هو ده الاساس، هو ده الاصل. انت المكمل، انت عايز تهتم بصحتك، انزل جيم، اهتم باكلك. واخد بالك؟ فالاساس كان الجيم والمدربين ودكاترة التخسيس، احنا كنا المكمل. فانا كنت قاعد عمال افكر في الموضوع وبتاع، الاقي تليفوني اللي هو ساعتها كان جالاكسي نوت 10 وكان شاشته مكسره، بيرن عليا، رديت عليه، الو، ايوه يا عمده، نسميه عمده. فبيقول لي خلاص بص، الحاجه على وصول، انا اشتريت الحاجه، جبنا عدد كذا كارت شاشه من موديلات مختلفه وحاجات مختلفه واسعارها حلوه جدا والكلام ده كله. طيب جميل، اصل المفروض ان الحاجه كانت على وصول. طيب هل الحاجه هتوصل يا عمده؟ قال لي بص، هو في مشكلة. قلت له خير؟ قال لي ما انا متصل اصلا عشان اقول لك، لان هو مش خير. قال لي الحاجة اللي كنا باعتين نجيبها فيها شوية مشاكل في الجمارك، وانت عارف، والحرب الروسية الأوكرانية وفاهم، والذهب غلي وبتاع، وقعد بقى وداني في، فاهم، وداني في كورس اقتصاد يعني. فقال لي معلش الموضوع ممكن يطول شوية. فقلت له طيب هيطول قد ايه؟ اصل دي كده كده الكترونيات، ولا بتاكل ولا بتشرب ولا ليها تاريخ انتهاء صلاحيه، فهي قاعده. قال لي لا، انا كنت بتكلم يعني ان انت ممكن تبقى عايز دوره سريعه لراس المال وتنجز حالك، لان الموضوع كده هياخد شويه وقت. قلت له طب هو الموضوع مقفل قوي؟ طيب يا عمده، يعني انا عادي ممكن اعمل تليفونين ثلاثه كده، اكلم حبايبي بتاعه، ايه، حد يخلص لنا الدنيا حتى لو انت فاهم. قال لي لا لا لا، هو الموضوع اسهل من كده بكتير يعني. انا ممكن اتصرف في الفلوس بتاعتك بخساره بسيطه علشان اعفيك من الخساره، ويبقى كده الموضوع بتاعي، وانا اللي اتحمل انا الخسائر، لان انا اللي قلت لك في الاول، وانا اللي دبستك يا صاحبي، وحقك عليا. قلت له استنى بس يا عمده، لا انا في دماغي بقى، لا يا عمده انت بتضحك عليا يا عمده، انت بتشتغلني صح؟ انت عايز تنطرني، فعشان البضاعه اللي انت جبتها بفلوسي، يعني انت خدت مني 300,000 جنيه، فانت هترجعهم لي بخساره، نفترض ايه 200، هو فعلا رجع لي 200، علشان يبقى معاك بضاعة قيمتها 300,000 جنيه، ورحت انت مرجع لي 200، فانت دلوقتي بقى معاك بضاعة هتبيع، ولو نفترض ان المكسب هيبقى 100,000 جنيه، فانت خدت في جيبك المكسب كله، صح؟ ده اللي جه في بالي في الاول. بعد كده قلت طب ما بقول لك ايه يا يحيوي يا عسلاوي، ما انا كده مش هبيع الحاجة ولا هعمل ولا هسوي، طب ما اخد منه فلوسي وابقى عافيت نفسي من الحرج. وممكن بجد اكون انا اللي بقيت شكاك ومبرون، ممكن اكون مبرون فعلا بسبب الواد الاولاني اللي ضحك عليا وايه وسوحني يعني وبتاع. فبص كان حوده يعني، مبرون بسبب حوده اللي ضحك عليا قبل كده وفاهم وخلع بفلوس الناس وبتاع. فقلت له طب هي الخساره قد ايه طيب يا عمده؟ قال لي بنتكلم في خمسينايه، فلو الدنيا تمام معاك انا هبعت لك 250 225 حاجه كده. قلت له تمام فل، يعني توكلنا على الله. راح قافل، وبعدها بدقيقتين بجد لقيت ان هو جالي تحويل على الحساب بتاعي ب 250,000 جنيه. قلت الله، استنى بس يا عمده، انت معاك 250,000 جنيه دلوقتي حالا ازاي؟ انت جبت البضاعه وبعتها من نفسك او لقيت لها بيعه، رحت بايعها ومديني 250,000 جنيه اللي هو طلعتني منها يعني، فبقى معاك شويه بضاعه تانية دول اللي انت هتبيعهم، فتبقى انت اللي كسبت. غالبا كان ايه، بينطرني يعني. ده اللي انا حسيته، لان هو ما كانش معاه فلوس اصلا، او بمعنى اصح كانه اشترى البضاعه مني ب 250,000 جنيه، خلاني اشتريت بضاعه ب 300 وراح مديني 250 وخد البضاعه لنفسه. فانا كده خدت ايه،
بوسه جميله جدا على خدي يعني. طيب مش مشكله، خساره 50,000 جنيه من مبلغ 300,000 جنيه، فيعني مبلوعه ونقدر نعديها. المصيبه التانيه بقى كانت المطعم. وهنا انا عايز اسالك سؤال، ايهما اصح، انك تنط من المركب وهي بتغرق ولا تغرق معاها؟ القلب بيقول لا، اغرق واحاول لحد ما اقدر انقذ السفينه. فالمهم قلبك هيقول ايه؟ ان يحاول الله بقى دلوقتي فاضي، انا اسف، قلبك هيقول ان لا، المشروع ده بتاعك، انت بدأته من الاول، حاول فيه لحد اخر لحظه، يمكن تقدر تصلحه، يمكن نعرف، وهكذا. لكن العقل والمنطق بيقول ايه؟ بيقول نط من المركب وانفد بجلدك وانقذ ما يمكن انقاذه واخلع، لان مش معنى ان المركب بتغرق ان سيادتك تغرق معاها. طيب الصح دايما بيكون ما بين الاتنين، انك تحط شوية من ده على شوية من ده، يعني تفضل في المركب تحاول تصلح، بس في نفس الوقت عندك خطة للقفز من المركب. يعني المركب هتفضل عايمة لحد امتى؟ قبل ما تغرق. في الوقت ده انت تكون بتظبط امورك انك تطير. هي دي المعلمة وهي دي الدماغ. تقدر تدرس الموقف وتشوف هل فعلا في امل فيها، ولا هي كده خلاص راحت في 60 داهية ومش هينفع تكمل ولازم تنط من المركب. عشان كده أنا قررت مع أمجد، خدت قرار إن يا أمجد خلينا نصفي المطعم قبل ما نخسر كل حاجة. بالبلد يعني قبل ما نخسر الجلد والسقط. وده يعني مصطلح لو ما تعرفوش فهو في الفلاحين معناه إيه؟ السقط هو الكرشة والكوارع والحلويات وكل حاجة بتبقى جوه الذبيحة. فلما بتذبح لو مش مركز ووقعت في ايد حد مش امين ولا جدع، جزار مش كويس كده، هتخسر الجلد وهتخسر العفشه اللي جوه دي كلها، السقط. في وقت بسيط قدرنا ان احنا نصفي المطعم، بعنا الحاجات اللي هي بتتباع على جروبات تجهيز المطاعم والكلام ده كله، وطلعنا حبايب وما خسرناش بعض. طيب انا خسرت كام في الحدوته دي كلها؟ حوالي 50 كمان. فتمام، رجع لي 450 و250 من الناحيه التانيه و200 من الناحيه التانيه، فادي كده 450 على 500 هوب، فانا خسرت كده كام؟ 100,000 جنيه. ففلوسي رجعت في جيبي. وبعد كام شهر من حرقه الدم والاعصاب قررت ان انا انقل لاستوديو جديد في المقطم. بس المره دي انا مش اتغبيت عادي، انا اتغشمت. عارف انت الفنان محمد محي كده، رجعت للصفر من مكان ما بدات. انا قلت لا، انا هخش في مرحله اسمها البانيك باي. انا هشتري كل حاجه ما ينفعش اشتريها دلوقتي خالص. انا هستثمر في شغلي وبس. انا ولا ليا في مطاعم، ولا ليا في جيم، ولا ليا في كروت شاشه هجيبها من بره. انا هستثمر في شغلي وبس، مش هستثمر في اي حاجه تانية ماليش اي علاقه بيها، ولا جيم ولا مطاعم ولا كروت شاشه ولا الكلام ده. ازاي؟ هنقل استوديو جديد، هشطب المكان من اول وجديد، هجيب بقى تكييفات في الاستوديوهات واظبط واعمل واسوي واعمل واسوي. وفعليا صرفت 900,000 جنيه الا قليل، بما في ذلك بقى ايجار لمده سنه. انا لما باجي اعمل اي حاجه باخد عقد ايجار، مثلا لو انا هاجر شقه معينه لمده سنه، بقوم جاي شايل الايجار بتاع السنه كامله، بشيله على جنب وبجمده. يعني بروح اشتري بيه مثلا 2-3 جنيه ذهب على حسب سعر المكان ده، واخليهم موجودين متجمدين بمنتهى البساطه. كل ما يجي وقت ايجار اقوم جاي بايع جنيه دهب، ربع جنيه دهب، نص جنيه دهب، وهكذا. حاليا اظن دلوقتي الربع جنيه دهب عامل كام؟ 10,000 جنيه تقريبا او 8,000 جنيه حاجه كده. كل شويه لما اجي وقت ايجار اقوم جاي فاكك واعمل، فاكك واعمل، وهكذا. وبرضه في ناس تانية كانت بتعمل ايه، اللي هو مثلا انت خدت مكان ايجاره في الشهر 10,000 جنيه، ففي السنه 120,000 جنيه، فانت هتروح تحط ال 120,000 جنيه دول في بنك، وكل شويه ايه تسحب منهم والكلام الجميل ده كله. بس يعني اتقاء للشبهات الواحد ايه حطها في ذهب وهكذا. فدي كده بند كامل راح في الايجار، بند راح في التشطيبات، بند راح في التكييفات، وده بند لو تعلمون فهو عظيم يعني. فرحت جايب 3 مايكات، دخلت برضه في مرحله البانيك باي، دخلت على امازون امريكا، رحت طالب شويه حاجات قد كده. ما كانش لسه فكره ان انت تطلب بحاجه من بره بعملتك دي اتقفلت. جبت 3 مايكات جداد غير ده قديم وجدع، ده من 2020 وهو معايا. فطورت كل حاجه ما كانش المفروض انها تتطور، او على الاقل ما كانتش مستاهله انها تتطور دلوقتي. ليه؟ لان محتوايا ما كانش محتاج هذا الابجريد المبالغ فيه، لان كان تمام الناس حابه شكل معين
وان انت بقالك على الشكل ده مده قصيره، فانت لازم تفضل بيه لوقت طويل كفايه ان الناس تبدا تالفه علشان تبدا تغيره، ولما تغيره ما تغيروش فجاه ومره واحده علشان ما تبقاش بتصدم الناس. فانا فعليا زي ما بقول لك جبت كرسي جيمنج جامد جدا، غيرت البي سي بتاع الجيمنج بتاعي، جبت اضاءه افضل، جبت كرومه مختلفه، هوب ورق حائط مش عارف ايه. بس كل الكلام ده ما فرقش قوي، لان انا ما جبتش غساله اغسل فيها هدومي مثلا، ما جبتش تلاجة احط فيها اكل. فانا بقيت كل 3 4 ايام اروح الهرم معايا هدوم قد كده محتاجه تتغسل، وابيت في الهرم، وانا ماليش سرير في البيت عندنا في الهرم، فبنام على بين باج، وبرجع لما هدومي تتغسل اخدها واعمل واسوي. طيب هل انا كان عندي عربيه؟ لا، انا ما كنتش جبت عربيه. انا كنت بقف بالتلت ساعه مستني اوبر وديدي وان درايفر يجي، ومعايا شنطه قد كده مليانه غسيل محتاج يتغسل، واروح الهرم الاقي والدتي كتر الف خيرها غسلت الهدوم القديمه، واقوم جاي واخدها في الشنطه واخدها واروح، وافضل اتحرك بشنطه قد كده مره كل 3 4 ايام. طب ما كنت تجيب غساله، صح؟ او لو كنت هتاخد استوديو كنت تاخده يا عم في الهرم جنبكم بشارع مثلا او شارعين، يبقى استوديو بقى انت واخد مكان تصوير بس فقط لا غير. لان انت بتاخد الدائري من الهرم للمقطم كل يوم بزحمته بقرفه بالكلام ده كله، وكمان مش سايق، واللي جنبك كابتن اوبر اللي قاعد عمال يكلمك في حاجات قد كده، وبعد كده لا كنسل معلش مش هقدر اجي، كنسل عشان انا بعيد، كنسل عشان انا مش جاي اصلا، كنسل عشان انا فاهم مش جاي لي مزاج اجي، كنسل عشان انا قبلت بالغلط. ده غير الراجل التاني اللي ركب جنبي وكان شكله مخضوض وبتاع، وبيقول لي لا معلش ما بركبش معايا حد ما اعرفوش. قعدت اشرح له بجد قد كده اللي هو يا سيدي الفاضل، اساس الخدمه اللي سيادتك بتقدمها هو ان انت بتركب حد انت ما تعرفوش وهو ما يعرفكش، وبتوديه المكان وبتاع، لا 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 معلش انزل وبتاع. طيب ما كنت اجيب عربيه، كنت ساعتها لو انت بتتكلم بجد في اواخر 2022 كنت تقدر تجيب عربيه، كنت ساعتها ممكن تجيب عربيه زي ام جي 5 ولا ام جي 6، كانت هتعمل لها كام؟ 325,000 400,000 جنيه. ما انت كان معاك فلوسها، بس انت قررت انك ما تعملش ده. ليه؟ عشان انت ذكي وهتستثمر في شغلك. طب ما هو ده ابجريد ما كانش محتاجه. هتستثمر في شغلك وما تستثمرش في صحتك؟ طب اديك بطلت تنزل الجيم وفشولت تاني وكلت تاني اكل من الزباله، وبعد كده بهدلت صحتك، وفوق ده كله ما جبتش لنفسك وما جبتش عربية ترحمك من قرف المواصلات وقرف انك تقف في الشارع، ناهيك بقى عن المظهر العام والمظهر الاجتماعي قدام الناس والكلام الجميل ده كله، او بتتخانق مع كابتن اوبر عشان خاطر يفتح التكييف ولا ما يقفلش التكييف. وفوق ده كله انت بتنام على مرتبة بتخليك قايم كاره انك نايم اصلا، ده انت بتفضل انك تنام على الكنبة اريح من كده. فانت قايم من النوم مكسر ومش قادر تتحرك، والمخده بلوحه رقبتك وناشفه زي المستشفى، فاهم؟ ومؤلمه جدا. طب كان الصح ايه؟ مرتبه محترمه، تجيب مرتبه محترمه ومخده كويسه، عشان دي صحتك، عشان لما تقوم من النوم تقوم فايق ورايق، جسمك مرتاح، ظهرك مستريح، دماغك فايقه، قادر تفكر، قادر تشتغل من غير اريافه. وفي نفس الوقت انت كبرت كل حاجه، لكن انت صغير لسه، ما انت وان مان شو، انت وان مان تيم، فبتعمل مايكرو مانجمنت، اللي انت اللي بتعمل كل حاجه، تثق في نفسك اكثر مما ينبغي، ده غلط. فلما بتعمل كل الحاجات الصغيره على ما بتوصل انك تبدا تصور الحاجه الكبيره اللي هي الحاجه الاساسيه اللي انت بتشتغلها، خلاص انت بتكون استنزفت. على ما تسيت اب الاضاءه وتظبط الدنيا وتحط الكاميرا وتظبط المش عارف ايه وكل حاجه، انت خلصت، انت زهقت، وتعمل لنفسك الحاجه اللي هتشربها، وتكتب السكريبت لو هتشتغل في حلقه بسكريبت. طب ما بدل ما يبقى معاك تيم هم ياخدوا مرتبات، هتبقى مرتبات كتير، بس هو شغله الاساسي ان هو يقدم الحاجه دي، فانت وهيقدمها لك بشكل احترافي، وانت هتقدم المحتوى، وانت في الاخر هتستفيد بان الحاجه دي طالعه منك، لكن انت ما بتمرش بكل عمليات الصناعه، لان ده مستحيل، انت كده بتفشخ نفسك. زي مهندس الديكور كده، ومهندس الديكور هو اللي بيشتغل بايده، هو بيرسم الشكل النهائي وبيستلم وبيسلم وشكرا. ولا جبت لنفسك بوتاجاز، ولا اتعلمت تعمل لنفسك اكلتين في البيت، عمال تجري وتصرف على المطاعم والدليفري، وبتجري ورا ترندات الاكل وترندات الحلويات والاشطوزه والكتكوته والكلام ده كله. طيب اهتم بمظهرك العام، اهتم بصحتك وباكلك، انت ما عملتش ده، لا انت بتجدد وبتستثمر. فوق ده كله اهتم بقى بصحتك،
انت عارف ان عندك مشكله جوه هنا، في غضروف مكسور جوه سدد لك النفس، مش عارف تتنفس كويس. ما تعالج حاجه زي كده. عندك حاجه في عينك زي الذبابه الطايره مخلياك فعلا شايف نص اللي انت شايفه سواد اصلا. ما تهتم بده. اهتم بظهرك ان انت عندك ديسك، اهتم بان انت عندك غضروف، اعمل الكلام ده. ما بتعملش. روق نفسك وهات لك حاجه وشوف انت بتعمل ايه. اهتم بنفسك. مش لازم تروح تشتري لك جزمه بكام الف، مش لازم تكون بكام الف، ولا لازم تكون اغلى براند، بس تكون حاجه كويسه مريحه جدا جدا في رجلك. مش لازم تشتري برفان بمرتب موظف اصلا، ده غلط. انا فعلا جات لي فتره كنت بصرف على البرفانات مرتبات. طب ما ده رقم كان المفروض يتحط في مكان تاني. مش لازم تلبس ساعه بمقدم عربيه بس، البس ساعه كويسه رايقه. والاسوأ من ده كله ان انت حتى لما استثمرت في شغلك فضلت بتعشوأ. بتعشوأ ازاي؟ بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها وقت ما تحس انك عايز تعملها، لكن لو مقريف او كسلان او شفت خبر ضايقك او حصلت لك حاجه معفرطاك تأجلها، فوقتها يروح فما ينفعش تعملها فتقرف فتزهق. امال الصح ايه؟ الحمد لله اللي انت شايفه دلوقتي كل جمعه وكل تلات في حاجه بتنزل، كل اتنين الوسط عبده. الصح ان انت كنت ترتب الجدول وتنظم الوقت. اعمل الحاجه في الوقت اللي المفروض تتعمل فيه، مش الوقت اللي انا قادر اعمله. لان جميل ان انا يكون عندي شغف للشغل، بس الشغف ده لازم يحركك بنظام مش بعشوائيه. انا بقى اتعلمت ده كله امتى؟ الله ينور عليك. لما لقيت عندي استوديو متجهز على اعلى مستوى ودلع ومعدات كويسه، كاميرات جميله وكراسي مريحه وكل حاجه تمام، بس انا على ما باجي ابدا اصور انا خلصان، انا تعبان، انا مش قادر. رقبتي وجعاني، ظهري وجعني، رجلي وجعاني، طالع لي بدل الكارلو 2 و3 في رجلي علشان الجزمه الجامده جدا اللي انا جايبها للاسف الشديد طلعت ضيقه. مقريف من الخناقات مع السواقين، ومتضايق ان انا كل يوم لازم اخد مشوار 30 كيلو على الدائري في وقت خروج في وقت مدارس او وقت موظفين او ايا كان. مصر كلها بقت زحمه بشكل مبالغ فيه اصلا، وساعتها بتيجي تبص في حسابك تلاقي ان حرفيا اللي جاي على قد اللي رايح. جميل، انت ما صرفتش في حاجه غلط، انت صرفت في حاجات عادي، تطوير. بس كان الصح انك تحط فلوسك في حاجات اهم. استثمر فلوسي فيا مش في شغلي بس، استثمر فلوسي فيا. انا اللي بجيب الفلوس، انا اللي بعمل الشغل، فانا لازم انا اكون كويس. انا اللي هعمل الشغل اللي هيجيب فلوس، مش المشاريع اللي هتجيبها من نفسها، لان انا العنصر الاساسي اللي هيقدم ده. وده بقى كان الدرس اللي انا اتعلمته ب1,000,000 جنيه. فبالله عليك قبل ما تيجي تخش في اي حاجة جديدة اهتم بنفسك انت الاول، ودلعها وكرمها، علشان ما تلاقيش نفسك في الاخر شغال عند الشغل اللي انت حطيت فيه كل فلوسك. وبس كده. سلام عليكم.